نلتقي اليوم للحديث عن قصة نجاح ملهمة، قصة شاب جزائري بدأ رحلته من عالم وسائل التواصل الاجتماعي ليحقق حلما كبيرا على أرض الواقع. إنه كريم، أحد أبرز المؤثرين الجزائريين على منصة تيك توك، والذي استطاع بفضل اجتهاده وعزيمته أن ينتقل من صناعة المحتوى الرقمي إلى عالم الاستثمار والسياحة، بافتتاحه فندقا ومطعما يحمل اسم لا 103 في قلب العاصمة الجزائرية. ليس من السهل أن ينتقل الإنسان من كونه مؤثرا رقميا إلى صاحب مشروع في قطاع الضيافة، لكن كريم أثبت أن النجاح لا حدود له عندما يقترن بالطموح والعمل الجاد. فقد جاء افتتاح فندق ل103 ليكون أكثر من مجرد مشروع تجاري، بل ليعكس فلسفة جديدة في عالم الفندقة تجمع بين الفخامة والحداثة والروح الشبابية. يقع الفندق في حي حيدرة، أحد أرقى الأحياء في العاصمة الجزائرية، ويوفر لضيوفه تجربة إقامة راقية تجمع بين الراحة والتميز. كل غرفة صممت بعناية لتلبي توقعات الضيوف وتوفر لهم أجواء مريحة تبعث على الاسترخاء، كما يتميز الفندق بخدمات عصرية تضاهي أرقى الفنادق العالمية. إلى جانب الفندق، افتتح كريم أيضا مطعما يقدم تجربة طعام استثنائية، حيث يتضمن قائمة متنوعة من المأكولات الشهية المحلية والعالمية المحضرة بأيدي أمهر الطهاة. يسعى المطعم إلى أن يكون وجهة رئيسية لعشاق المأكولات الراقية، مع أجواء دافئة وتصميم عصري يضفي على المكان لمسة فريدة. حفل افتتاح فندق لا103 كان حدثا مميزا بامتياز، حيث شهد حضور عدد كبير من محبي كريم، إلى جانب شخصيات معروفة ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. تخلل الحفل عروضا موسيقية وترفيهية وأجواء احتفالية تعكس روح المشروع وطموح صاحبه. إن قصة كريم ونجاحه في افتتاح هذا الفندق تحمل رسالة قوية لكل شاب وشابة لديهم أحلام كبيرة، مفادها أن الإصرار والعمل الجاد قادران على تحقيق المستحيل. كريم لم يكتف بالنجاح على الإنترنت، بل استثمر شهرته في بناء مشروع حقيقي يخدم مجتمعه ويوفر فرص عمل ويساهم في تنمية القطاع السياحي بالجزائر. ختاما، لا يسعنا إلا أن نتمنى لكريم ولفريق عمله المزيد من التوفيق والنجاح في هذا المشروع الواعد، ونأمل أن يكون لا103 بداية لسلسلة من الإنجازات التي تلهم الشباب الجزائري للسعي وراء أحلامهم بكل ثقة وعزيمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.